الا كنتي كدير تسويق احترافي للمشروع ديالك ما عمرك غتحتاج تشرح الثمن. وهنا غندويو على واحد السر في التسويق، الا فهمتي غتولي تعرف شحال لي كليون مستعدين يخلصوا غير من الشوفه ديالو. لي كليون قبل ما يهضروا معاك ولا يسولوك كيحطوا واحد الثمن مبدئي على شحال يقدر يكون كيساوي المنتج ديالك وشحال الثمن اللي كيستاهلوا بالنسبه لهم. وهنا فين خاصك دير خدمتك انت كمسوق، اي انك تصوب واحد التوقع الثمن في عقل لي كليون، حيت ملي غتجي تقول لي الثمن سواء غادي يجيه مناسب سواء غادي يجيه هاوته خصو دابا يشري ولا غادي يجي الثمن غالي بزاف. والانطباع ديالو ملي غتقول لي الثمن غادي يخليك تعرف واش غادي يشري ولا لا. وباش تنجح كمسوق وتبني واحد التوقع زوين في عقل الزبون خاصك تخدم على هاد 4 العناصر. اول حاجه هي لا بريزونطاسيون، كيفاش كتعرض المنتج ديالك سواء اوفلاين ولا اونلاين، واش كيبان برودوي دو لوكس ولا كيبان بحال 90% ديال المنتجات. ثاني حاجه هي التصميم اللي كتخلق واحد التصنيف في عقل الزبون، الباكاجين لي كولور ولا ديتاي. ثالث حاجه هي اللغه، كيفاش كتهضر على البرودوي ديالك، واش بطريقه عاديه ولا باحترافيه، حيت قد ما كان الثمن طالع خاصك تكون احترافي اكثر. رابع واخر حاجه السياق اللي كتعرض فيه المنتج ديالك. راه ماشي اي منصه غادي تكون مزيانه وتبيع لك فيها المنتج ديالك كيف ما غاديش تختار اي واحد يهضر على المنتج ديالك ولا يبريزونطيه. كيف ما لبعتيه في شي محل نقي في شي مول ماشي الا حطيتيه في فراشه في الزنقه. هاد 4 العناصر الا خدمتي عليهم مزيان كون اكيد ان لي كليون غيحطوا واحد الثمن في عقلهم اللي كيستاهلوا المنتج ديالك. ومني غتقول لهم الثمن ما غيجيهمش غالي. التسويق الحقيقي ماشي هو تقنع الناس بالثمن وانما تخليه يبان في عقلهم طبيعي. الا كنتي انتريسي وكيعجبك تفهم بحال هاد المواضيع من الجانب التسويقي خلي فولو باش يطلعوا لك الفيديوهات الجايين. تشاو.